إذا كان أناس يشهدون الشهادتين ولا يقيمون الصلاة ولا يصومون رمضان ولا غيره من أركان الإسلام، فما حكم هؤلاء في الإسلام؟ وهل هم مسلمون؟ وكيف نتعامل معهم؟ هؤلاء ليسوا مسلمين. الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لا يصلون لا مع الجماعة ولا في بيوتهم فإنهم كفار كفرا مخرجا عن الملة، أي أنهم مرتدون. كيف يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحافظ على ترك الصلاة؟ أما بقية أركان الإسلام كالزكاة والصيام والحج فالصحيح أن تاركها لا يكفر. الصحيح أنه لا يكفر بترك الأعمال إلا الصلاة. فالواجب إذا رأينا من شخص أنه لا يصلي الواجب علينا أن ننصحه ونحذره ونقول إن مت فإنك تحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، فإن استقام فهذا المطلوب، وإن لم يستقم وجب هجره وإبعاده عن السكن لأنه مرتد.